في يوم من أيام شهر أغسطس سنة 1971 باب قسم شرطة سيدي جابر في اسكندرية اتفتح على حكاية من أغرب الحكايات اللي ينفع تتقال عن الخسة والندالة. راجل في أوائل الخمسينات دخل القسم بخطوات ثابتة وقال جملة واحدة بس: عايز أقابل المأمور ومش هتكلم مع غيره. الإصرار الغريب ده خلى الكل يحس إن الموضوع مش خلاف عائلي ولا مشكلة والسلام. ولما قعد قدام المأمور بدأ يحكي بهدوء يخوف أكتر من أي عصبية. الراجل قال إنه عنده بنت متجوزة بقالها كام شهر، وجوزها من ساعة ما دخل البيت وتصرفاته مش مريحة، مش خيانة ولا ضرب ولا مشاكل جواز تقليدية، ولكن تحركات في نص الليل، اختفاء بالساعات من غير مبرر، اهتمام مبالغ فيه بأماكن حساسة، وتصوير غريب ملوش تفسير. الراجل قال إنه سكت في الأول، حاول يقنع نفسه إن دي أوهام أب قلقان على بنته، لكن مع تكرار اللي بيحصل الإحساس بالخطر كبر جواه. ووسط ظروف بلد خارجة من هزيمة ولسه في حالة استنفار، قرر يعمل الحاجة الوحيدة اللي شايفها صح: يبلغ قبل ما يكون الأوان فات. والموضوع كله كان باين عليه إنه عادي جدا. شاب بيقول على نفسه إنه أردني، متعود يدخل ويطلع على مكتب البريد في سيدي جابر، لحد ما لفت نظره بنت شغالة هناك. السؤال اتحول لكلام، والكلام اتحول لإعجاب، وبعدها بخطوة محسوبة راح علشان يتقدم لها رسمي. كلامه كان مطمن، وضعه المادي مستقر وشغال شغل حر، والأهم وعد صريح إنه مش هيسافر بالبنت برا مصر. والوعد ده كان كلمة السر اللي خلت الأهل يوافقوا ويتم الجواز بسرعة ومن غير تعقيد. لكن بعد الجواز الصورة بدأت تتغير. الزوج الهادي في النهار كان بيتحول لشخص تاني بالليل، يختفي فجأة، يقفل على نفسه بالساعات، والراديو يشتغل في أوقات ملهاش أي منطق. أحيانا بدل ما يقعد في الشقة يطلع على سطح العمارة ويقعد فوق لوحده وقت طويل، لا مكالمات ولا تبرير مقنع. الأغرب بقى كان في خروجاتهم، كل مرة يقول لها فسحة، لكن ياخدها لأماكن قريبة من مواقع عسكرية، وهناك يطلع الكاميرا ويطلب منها تصوره، ومرة يقول لها تعالي تصوري. بس الغريب إنه ولا مرة الصور دي بتظهر. كل حاجة كانت بتقول إن في سر مستخبي ورا الجواز ده، وسر تقيل. ونقول الحكاية من أولها. عادل زيدان اتولد في قرية بسيطة من قرى محافظة الغربية، قرية هادية وأحلام أقل. هناك اتولد عادل لأسرة على قد حالها، أب فلاح بسيط بيشتغل طول اليوم في تصنيع الإقفاص علشان يوفر لقمة العيش، وأم كل طموحها تشوف ابنها موظف مرتاح ومش شايل هم الفقر اللي عاشته. بس عادل من وهو صغير ما كانش شايف إن مكانه هنا، كان دايما حاسس إن الحياة دي أضيق من طموحه، وإن الفقر مش قدر لازم يرضى بيه. يشوف أبوه شقيان من الفجر للمغرب ولسانه يقول أنا مش هكمل كده، مش نهايتي أبقى زيهم. الإحساس بالتمرد كان جواه من بدري، ومش تمرد اللي هو شقاوة عيال، لأ، تمرد واحد شايف نفسه مظلوم من الحياة وعايز ينط لفوق بأي طريقة. وفي لحظة تمرد قرر يسيب التعليم من غير ما يفكر في العواقب. أبوه حاول يقنعه، لكن في الآخر سلم بالأمر الواقع. نزل يشتغل معاه شوية، لكن عادل ما استحملش، كان شايف نفسه أكبر من شغل القرى وأكبر من حياة تتكرر من غير تغيير. الفرصة جات لما اقترح يسافر يشتغل مع قرايبه في الدقهلية، شغالين في تجارة الفاكهة والخضار، تجارة دايرة وفلوسها سريعة بعكس الزراعة اللي بتاكل العمر. سافر وهو شايف إن دي أول خطوة للهرب من مصيره. وسط السوق، الشيل والحط والمكسب والخسارة، بدأ يحس إنه قريب من اللي كان بيحلم بيه، لكن في نفس الوقت الطموح جواه كان بيجري أسرع من الواقع، عايز أكتر وأسرع ومن غير صبر. التمرد اللي بدأ على الفقر مع الوقت اتحول لتمرد على كل حاجة حواليه. استمر بقى على الوضع ده لحد بداية سنة 1966، لحد لما جه ميعاد التجنيد الإجباري ليه.
ودخول عادل الجيش كان بالنسبة له محطة إجبارية مش اختيار، مرحلة يعديها ويرجع يشوف مستقبله. اتوزع في وحدته حوالين الإسماعيلية قريب من القناة، لكن اللي ما كانش في حسابه لما جات النكسة سنة 1967 جات زي الزلزال. النكسة ما كانتش مجرد هزيمة عسكرية، دي كانت صدمة نفسية عنيفة. فجأة الصورة اللي كان مرسومة له عن القوة، عن السيطرة، عن إحنا قدها، كلها اتكسرت في لحظة. شاف بعينه الارتباك والانسحاب، سمع الإشاعات، التهويل وإذاعات العدو اللي ما كانتش سايبة فرصة إلا وتضرب في المعنويات. ومع كل يوم كان بيعدي الإحباط بيكبر جواه. عادل ما شافش النكسة كهزيمة مؤقتة، شافها نهاية. علو بدأ يشتغل بطريقة خطيرة، لو دول وقعوا كده يبقى اللعبة خلصت. بدل ما الغضب يتوجه للعدو، اتوجه للبلد نفسها. حس إن مستقبله اتسرق، وإنه محبوس في جيش مش عارف هيطلع منه إمتى، وفي حرب مش شايف ليها نهاية. هنا حصل التحول الحقيقي. فكرة صغيرة بدأت تكبر، إن اللي كسبان هو اللي عنده القوة، وإن إسرائيل هي الطرف اللي ماسك الأرض، ماسك المبادرة. الفكرة دي ما جاتش مرة واحدة، لكنها اتنحتت في دماغه يوم ورا يوم. كل ما يسمع تهديد، كل ما يشوف خوف، كل ما يحس بالعجز، كان اقتناعه بيترسخ أكتر. في اللحظة دي عادل ما بقاش شايف نفسه جندي بيدافع عن وطنه، بقى شايف نفسه شخص ذكي اتحط في المعسكر الغلط. ومن هنا الخيانة ما بدأتش بالفعل، بدأت بالقناعة. وفي سنة 1968 كانت سنة فاصلة في حياة عادل زيدان. مش مجرد سنة عدت عليه بعد النكسة، ولكن دي السنة اللي قرر فيها يقطع آخر خيط كان ربطه باللي فات. بعد شهور طويلة في الخدمة العسكرية، ومع حالة الإحباط اللي سيطرت عليه بعد النكسة، عادل وصل لقناعة خطيرة: إن المعركة خسرانة، وإن اللي هيكمل في السكة دي هيضيع عمره على الفاضي. الفكرة ما جاتش فجأة، لكنها كبرت جوه دماغه يوم ورا يوم. خوف، إحباط، طموح من غير سقف، وإحساس إنه أذكى من إنه يكون مجرد جندي أو رقم في طابور طويل. وفي ليلة من ليالي الصيف خد القرار اللي ما فيهوش رجوع بعد كده، ومن غير أوامر ومن غير تهديد، وبكامل إرادته قرر يعبر القناة. خطوة محسوبة، لكن نهايتها كانت مجهولة. أول ما وصل للضفة التانية اتقبض عليه فوراً، ولقى سلاح مرفوع ناحيته وعيون بتراقب وأسئلة ملهاش نهاية، وراحوا واخدينه على مبنى الموساد اللي موجود في بئر 7. التحقيق كان قاسي، ضغط نفسي، استجوابات طويلة، محاولات تشكيك في كل كلمة بيقولها. كانوا عايزين يتأكدوا ده جاي هربان ولا فخ ولا لعبة استخباراتية. وعادل اللي كان فاكر نفسه داخل صفقة ربحانة، اكتشف بسرعة إنه بقى في موقف ضعف كامل. بعد ما اتأكدوا من نواياه، بدأت مرحلة أخطر: إعادة تشكيله. تدريب مكثف على الشغل الاستخباراتي، إزاي يسمع وما يتكلمش، إزاي يشوف وما يبانش عليه، إزاي يكتب ويصور ويبعت معلومات من غير ما يسيب أثر. اتعلم استخدام الحبر السري واستقبال الرسائل المشفرة، التفريق بين أنواع الأسلحة ورصد المواقع العسكرية. حتى لهجته اتغيرت، وشخصيته بدأت تتفصل على مقاس الدور الجديد. في اللحظة دي عادل ما بقاش مجرد جندي هربان، بقى مشروع جاسوس، مشروع اتبنى على ضعف وطموح أعمى واختيار واعي لطريق الخيانة. بعد ما عدت مرحلة الإعداد، دخل عادل زيدان مرحلة أخطر بكتير، مرحلة المسح الكامل لهويته القديمة. من اللحظة دي اسمه الحقيقي اتشال من المعادلة، واتولد اسم جديد: أحمد يوسف زناد. اسم عادي ملوش أي لفت نظر، وده كان المقصود بالظبط. الرجوع لمصر ما كانش مباشر ولا سهل، الخطة كانت محكمة وكل محطة ليها سبب. البداية كانت من روما، 5 أيام كاملين قضاهم هناك تحت الاسم الجديد. لا تحركات عشوائية ولا علاقات، مجرد وجود محسوب عشان يتسجل في الأوراق إنه شخص طبيعي بيسافر ويتنقل، مش حد جاي من اتجاه مشبوه.
بعد روما اتحرك على السودان، دخل الخرطوم بجوازه الجديد ونزل في فندق النيلين وقعد هناك 10 أيام كاملة. الفترة دي ما كانتش راحة، كانت اختبار صبر وانضباط، تعليمات واضحة، لا اختلاط، لا علاقات، لا فضول، مجرد انتظار وترسيخ لهوية جديدة في مكان تاني بعيد عن أي شبهة. بعد انتهاء المدة اتحرك من السودان على القاهرة. الدخول كان هادي من غير أي مشاكل. أول ما وصل ما قعدش ولا فكر، على طول اتحرك على اسكندرية حسب التعليمات. المدينة دي كانت هي نقطة البداية الحقيقية للشغل. أهم تحذير اتقالمه كان واضح وصريح: من أول لحظة تنزل فيها مصر ملكش أهل، ملكش قرايب، ملكش ماضي. أي زيارة، أي حنين، أي محاولة تواصل مع حد من حياته القديمة كانت كفيلة تنهي كل حاجة. المهمة مؤقتة، وده اللي لازم يفضل فاكره طول الوقت، وبعدها يتم سحبه بره البلد ويكمل حياته في مكان تاني. وعادل نفذ الكلام حرفياً. أول ما وصل اسكندرية عادل ما ضيعش وقت، التعليمات كانت واضحة، الاستقرار السريع ومن غير دوشة. بدأ يدور على شقة في نطاق سيدي جابر، منطقة زحمة وفيها ناس رايحة جاية طول الوقت، وده كان مناسب جدا لواحد عايز يستخبى وسط الناس. استقر أخيرا في شقة صغيرة بمنطقة كليوباترا، مكان شكله عادي ما يلفتش نظر ولا يطرح أسئلة. بعدها مباشرة بدأ يجهز نفسه للشغل. كل الأدوات اللي اشتراها كانت شكلها طبيعي جدا، مفيش حاجة تقول إن وراها هدف خطير. راديو عادي زي اللي موجود في أي بيت، لكنه بالنسبة له كان شريان الاتصال الأساسي. على موجات معينة وفي أوقات محددة كان يستقبل الرسائل المشفرة اللي اتقال عليها. الحاجة التانية كانت بندقية صيد، واللي ظاهرها هواية لكن قيمتها الحقيقية كانت في التلسكوب، عين إضافية بتشوف أكتر مما المفروض يتشاف. ومن اللحظة دي الشغل بدأ. أي كلمة يسمعها، أي حكاية تتقال قدامه، أي تفصيلة تمر عليه كان بيجمعها ويحطها في مكانها. معلومات مكتوبة، صور متاخدة من بعيد، وكل ده يتبعت بطرق متفق عليها لعناوين خارج مصر. الفلوس كانت بتوصله على فترات بوسائل مختلفة من غير ما تسيب أثر أو تثير شك. الحياة استمرت على الشكل ده لحد سنة 1971. كان فاكر إن الأمور تحت السيطرة، لحد ما حصل اللي ما كانش في الحسبان. وهو ماشي في شارع من شوارع اسكندرية سمع صوت بينده عليه باسمه الحقيقي. في اللحظة دي الدنيا وقفت، قلبه وقع، وأول فكرة ضربت في دماغه: اتكشفت. حاول يتجاهل الصوت، يكمل مشي، يختفي وسط الزحمة، لكن الصوت قرب والإيد اتحطت على كتفه. لما لف اتجمد مكانه. الشخص اللي قدامه كان واحد من قرايبه، حد يعرفه من زمان، ووجوده هنا كان كفيل يهد كل اللي بناه. الموقف خرج عن السيطرة، خوف، ذعر، وقرار اتاخد في لحظة سودة. قرر إنه يستدرك قريبه لمنطقة مهجورة اسمها الملاحات، وهناك المواجهة انتهت بجريمة قتل، والجريمة اتدفنت معاها الحقيقة، والجثة اتخبت، واتدفن خيط كان ممكن يفضحه. مع اعتماد عادل على الخطابات كوسيلة أساسية للتواصل، كان لازم يختار مكان آمن يبعت منه جوابات من غير ما يلفت الانتباه. استقر على مكتب بريد في محيط منطقة سيدي جابر، مكان عادي، زحمة ناس وكل اللي فيه شبه بعضه. هناك كان يبعت جوابه ويمشي ولا حد يلاحظ حاجة. لكن مع التكرار بدأ يلاحظ بنت شغالة على الشباك، بنت بسيطة محترمة، تعاملها هادي ومفيش في تصرفاتها أي حاجة تثير الشك. مع مرة ورا مرة الإعجاب بدأ يدخل في الحسابات، مش كعاطفة بس، لكن كوسيلة أسهل وأأمن. بدل ما يجي بنفسه كل شوية، ليه ما تبقاش هي اللي تبعت الجوابات؟ الفكرة كانت واضحة في دماغه. بدأ يقرب، كلام عادي، وبعد فترة قصيرة دخل البيت من بابه.
قدم نفسه على إنه أردني الجنسية شغال في أعمال حرة وشكله العام كان مقنع لأي حد، ووعد أهلها إنه مش هيسافر بيها ولا هيبعدها عنهم وإن حياته مستقرة. الكلام كان مطمن وما خدش وقت طويل لحد ما تم الجواز. بعد الجواز الصورة بدأت تختلف. الزوج اللي كان هادي بقى ليه تصرفات غريبة. كل يومين 3 بعد نص الليل يقوم من السرير ويدخل أوضة تانية ويقفل على نفسه. بعد شوية صوت الراديو يطلع ويقعد بالساعات، ولا مرة يشرح ولا مرة يدي سبب. أوقات تانية كان ياخد الراديو ويطلع على سطح العمارة يقعد فوق لوحده ساعة و2 و3 ويرجع ولا كأن حاجة حصلت. بالنسبة لها الموضوع كان محير ومقلق، لكن كل ما تحاول تسأل الردود كانت دايما مراوغة أو تهرب أو تغيير كلام. التحركات الكتير والبلاغ اللي وصل في وقته خلوا الصورة قدام المخابرات العامة تبتدي تكتمل. ما كانش فيه اندفاع ولا استعجال، بالعكس المراقبة كانت هادية ودقيقة وكل تفصيلة بتتحسب. الهدف ما كانش القبض وخلاص، الهدف كان إنهم يمسكوه وهو في قلب الشغل ومعاه الدليل اللي ما ينفعش ينكره. وفي واحدة من الليالي، اللحظة اللي كان فاكر نفسه فيها في أمان، اتحركت القوة. الشقة اتفتحت وكل تفصيلة جوه المكان اتفتشت بعناية. في الأول كل حاجة كانت باينة عادية، أثاث بسيط، راديو، ورق، مفيش حاجة تشد الانتباه. لكن الشغل الحقيقي ما بيبقاش ظاهر على السطح. ومع التفتيش بدأت الخيوط تطلع. ورق شكله فاضي ما فيهوش كلمة واحدة، لولا الخبرة كانت هتترمي. لكن التحليل كشف الحقيقة، حبر سري، كلام مكتوب متخبي ومستني اللي يفك شفرته، ومعاه أدوات صغيرة بسيطة في شكلها لكنها خطيرة في استخدامها. المفاجأة الأكبر كانت المايكروفيلم، قطعة صغيرة جدا ممكن تتشال في كفر الإيد، لكن شايلة معلومات تقيلة، صور، تفاصيل وتسجيلات بترسم خريطة شغل كامل. ساعتها أي شك كان انتهى، ده مش مجرد شخص غريب الأطوار، ده جاسوس شغال بنظام. ومع الأدلة بدأ التحقيق الحقيقي. في الأول حاول يناور، يلف ويدور، يتمسك بالقصة اللي حافظها، اسم غير اسمه، جنسية غير جنسيته، وحياة مرسومة بعناية. لكن الصور والرسائل والتقارير كانت أقوى من أي حكاية. ومع الضغط القناع وقع، هويته الحقيقية اتكشفت وتاريخه كله بقى على الترابيزة، من لحظة ما دخل البلد باسم مزيف لحد آخر جواب كان مستعد يبعته. بعد ما اكتملت التحقيقات واتقفلت كل الدوائر، اتاخد القرار بإحالة عادل زيدان للمحاكمة العسكرية باعتباره متورط في أنشطة تجسسية خطيرة وصلت لحد القتل والخيانة الصريحة. المحاكمة ما كانتش شكلية ولا سريعة زي ما البعض ممكن يتخيل، بالعكس كانت محاكمة دقيقة اعتمدت على مستندات واعترافات وأدلة قاطعة ما سابتش أي مجال للشك. ومع نهاية الجلسات صدر الحكم النهائي، الإعدام رمياً بالرصاص كعقوبة مستحقة على حجم الجرائم اللي ارتكبها. وفي صباح يوم 2 من شهر مارس سنة 1972 تم تنفيذ الحكم داخل ساحة السجن الحربي. لحظة صامتة لكنها كانت نهاية ملف طويل تقيل ومليان خيوط سودة. هناك انتهت قصة الجاسوس القاتل عادل زيدان واتقفل واحد من أخطر ملفات الخيانة في تلك الفترة. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.